يا مساء الورد، يا مساء العسل عليكم. الولاد واكلين دماغي عايزين صينية مكرونة بشاميل. هعملها بقى معاكم بكل تفاصيلها وحركاتها وتكاتها. هنا معايا حلة عشان بالمرة. حلة على النار فيها مية، انا مش هحط فيها غير شوية ملح بس علشان خاطر آه زيت لا، عشان بيخلي المكرونة ما يلزقش فيها البشاميل، فانا هي المكرونه هحطها 8 دقايق بس عشان معصق اللحمه. هسيبها بقى تستوي 8 دقايق بس لانها بتكمل سواها في آه، البشاميل. هنا معايا طاسه فيها شويه زيت. انا معايا هنا عايزاها بقى تتحمر كده لحد ما تاخد اللون الذهبي الحلو ده. وبعدين هنزل عليها ببصلايه كده، اسيبها بقى تدبل فيها. وبعدين معايا بقى شويه فلفل وشويه بهارات لحمه وملح. بصوا، هو البصل الابيض اصلا ما بيحمرش بسرعه زي البصل الاحمر. هنا عندي طماطمايه مبشوره مش مفرومه، هتديني تيست حلوه قوي قوي للحمه في المكرونه. اسيبها بقى تكمل كمان. بصوا كده خلاص آه، ابتدت اللحمه تتعصب معايا. وبصوا لما بيكون فيها شويه صوص كده بتبقى حلوه قوي، مش لازم ننشفها. هنبتدي نعمل مع بعض بقى البشاميل. هنا بقى حطيت شويه زيت وشويه سمنه وهسيبهم بس يسخنوا شويه. هنا معايا 5 معالق من الدقيق. انتوا تقدروا تعملوه ني في ني على فكره، مش لازم تستخدموا زبده. بس انا بحب لما اعمل صينيه المكرونه البشاميل اخدمها كده، يعني عشان ما بعملهاش على طول والولاد بيحبوها عندي قوي كده. بصوا لازم يكون الدقيق آه مميمي كده، يعني مش ناشف معاكم. اديله بس تقليبه كده. كده ابتدى يصفر كده شويه، انزل عليه بقى باللبن. ايدي فيه على طول، متخافيش مش هيكلكع معاكي ولا اي حاجه. 5 معالق بيحتاج تقريبا للتر وربع من اللبن. وبصوا ميه المكرونه، انا بسيب كوبايه كده من ميه المكرونه احطها عليها. يا سلام بقى لو عندكم اللبن سايب كمان. بصوا هبتدي بقى احط معاكم البهارات. هنا معايا شويه من جوز الطيب، فلفل ابيض وفلفل اسود وملح. انا بحب احط في اي حاجه زي ما قلت لكم صوص ابيض، فلفل ابيض بيفرق جدا 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 معايا. ممكن على فكره تستغنوا عن جوز الطيب براحتكم يعني. وكمان اللي بيعلي التيست معايا قوي 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 بيخليها حلوه. بصوا انا بحط كيس مرقه، كيس مرقه خضار، بيفرق جدا 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 في طعمها. جربوه يعني، بصوا تحفة بصراحة. عايزين تستغنوا عنه براحتكم، بس كل الحاجات دي بترفع معايا التيست وبتطعمها لي اكتر. بصوا كده ابتدى يبقبق خلاص. بصوا معايا بقى شوية كده من كريمة لباني، ده بيطعمها جدا 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 فوق ما تتخيلوا. او معلقتين قشطة المتاح عندكم استخدموه، بتفرق جدا جدا في طعمها. بصوا ما شاء الله، انا عايزه القوام بتاعها يكون كده. هحط بقى شويه على المكرونه، اشبعها كده بالبشاميل واقلبها.
بصوا صينية كبيرة، صينية صغيرة، ما تستخدموش اكتر من الكيس اللي هو 400 جرام ده، صدقوني يعني ما تحاولوش تبقى كتير. واحط بقى هنا شوية البشاميل، هقسم بقى الكيس، هقسم بقى الكيس نصه تحت بس اوزعها كده. ابتدي بقى احط اللحمة على الصاج كده، كده بقى حطيت العصاج. هنزل بقى بقية المكرونة، يا دوبك تفردوها كده بس، يعني ما يكونش فيه فراغات وخلاص. بصوا انا سبت بقى البشاميل لما برد خالص، وهكسر عليه بيضة. بيضة يا مروة على البشاميل؟ بيضة. ماما كانت بتعمل كده زمان، وكانت بتطلع حلوة جدا جدا جدا، وما كناش بنحس ابدا ابدا بريحة الزفارة، وكانت بتطلع خطيرة. بصوا، ولون البشاميل بقى لونه اصفر وغني ازاي، ومش هتحسوا بيها خالص. وكانت ساعات بتكسر عليها، كانت بتحطها من على الوش، وكانت بتطلع حلوة قوي قوي ما شاء الله. جربوها بس وقولوا لي رأيكم في الكومنت، ان شاء الله تعجبكم. انا بقى هبتدي انزل البشاميل. بصوا بقى، انا مش هحط عليها جبنة. بصوا هو طبعا لازم استنى يعني يهدى شوية. انا هحط عليها قشطة، وروحوا حاطينها بقى عليها، واتفرجوا بقى على الجمال. عمورة بقى مصمم يحط رشة الجبنة دي. عمورة لو سمحت انا كده هتقهر، حطها بطريقة تكون لا شكرا من فضلك، انا هكمل. احط عليها بقى رشة الجبنة دي. ايه العظمة دي يا ماما؟ رشة يعني تديني وش حلو كده. هي هتقعد بتاع ربع ساعة كده، قصدي تلت ساعة ل25 دقيقة كده في الفرن. هحط رشة كده، رشة موتزاريلا كده خفيفة. ايه العظمة دي يا ماما؟ المكرونة من ايد ماما حاجة تانية. شكرا يا عمورة. احطها بقى في الفرن، رشة الجبنة ونرجع لكم. صلي بسرعة. هدخلها بقى الفرن واخليها بقى تاخد وش بقى كده، وارجع لكم تاني. ما شاء الله اللهم بارك. بصوا طلعت من الفرن ريحتها قلبت البيت، ما شاء الله اللهم بارك. وعملت جنبها بقى شوية سلطة ده بتاع ربع ساعة. هي لسه برضو سخنة، هي كده ممكن تبقى تغرفوها وهي جوسي كده. بصوا تغرفوها وهي جوسي، وممكن بقى تستنوا عليها اكتر، تبقى تقطعوها قطع بقى كده. بصوا خطيرة، جربوها مش هتندموا. هستنى تبرد واغرفها بقى معاكم قطعة. ما شاء الله بصوا كده بقى بعد ما قطعتها، بصوا ماسكة بعضها وخطيرة خطيرة يا جماعة. جربوها، ريحتها قلبت البيت ما شاء الله، وعجبتنا جدا، وبألف هنا وشفا. ولو وصلتم لحد هنا ما تنسوش تحطوا لايك، وسلام.